السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي أبطال سنة تالتة، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير مع بعض. يلا احنا دلوقتي بنكمل في يونت 2، واحنا دلوقتي في lesson 3، يعني احنا في الوحدة التانية الدرس التالت يونت 2 lesson 3. وقلنا يونت 2 كلها كانت بتتكلم عن healthy food، الطعام الصحي، meals، الوجبات، كلها كانت بتتكلم عن الفود بصفة عامة، الأكل. يلا بينا نبدأ في lesson 3. العنوان بتاعنا staying healthy، يبقى عنواننا staying healthy. تمام كده. هنطلع عشان نشوف الكلمات بتاعتنا، ان شاء الله واحدة سهلة جدا وجميلة قوي. الكلمات اول حاجة معانا كلمة exercise، معناها يتدرب. exercise يغسل، يعني wash الاس اتش بننطقها الش. وبعد كده معانا كلمة clean، ينظف. clean كلمة قديمة. يعني ايه يمكث في الفراش، اللي هو يستريح في السرير، بنقول عليها stay in bed. يستريح يعني rest. طبعا ليها معاني تانية برضو كلمة يستريح أو راحة، بس المعنى النهاردة هي كلمة rest. دواء يعني medicine. اوعى تنسى ان حرف السي ده هننطقه هنا اس لان جه وراه اي، يبقى هقول medicine، دواء medicine. دي كانت الكلمات الأولى. نكمل مع بعض بقية الكلمات. عادات يعني habits. غسيل يعني washing، هي wash معناها يغسل فعل، لو حطينا لها ing يبقى الاسم بتاعها washing، غسيل washing. نصيحة يعني advice. الأفعال بعد كده عندي الأفعال المنتظمة اللي بتاخد في آخرها يا إما دي يا إما دي يا إما IED، زي كلمة listen يستمع listen، الماضي بتاعها listened حطينا لها في الآخر ED. يحتاج يعني need، احتاجة يعني needed حطينا لها في الآخر برضو ED needed. طب نروح بقى عند ال irregular verbs، ودي اللي ما بتاخدش لا دي ولا ED ولا IED، بنغيرها خالص. forget ينسى بقت forgot نسى، غيرنا الإي بقت O. يشعر feel شعرة felt شعرة. بعد كده عندي ال expressions، يعني كلمات بيجي معاها أفعال أو حروف جر معينة. يعتني ب take care of، خلي بالك من of دي كويس عشان هي بتجيلك في الاختيارات. يحافظ على صحة جسمي. keep معناها يحافظ my body جسمي healthy صحي. keep my body healthy. يتناول الدواء take medicine. يشعر بتحسن feel much better. بعد كده بننزل تحت شوية، بياخد بعض الكلمات وبيعمل لي عليها جمل. نطلع شوية هنروح عند الأهم، وهي دي كده بوب كويز، يعني بتحل على الكلمات اللي انت خدتها، بتشوف حفظك ليها وفهمك للمعاني. نيجي بقى هنا، كل صورة أو picture قدامها الجملة اللي بتعبر عليها. أول صورة واضح إن فيها أولاد بيعملوا تمارين، فبيقولوا أنا exercise، أنا بتمرن to keep my body healthy، علشان أحافظ على جسمي صحي. الجملة التانية، في ولد بيكنس وبنت بترتب والأم والأب واقفين بيتفرجوا عليهم، فبيقول I clean، أنا بنظف my room أوضتي every day، كل يوم. الأولاد عاملين بينظفوا الأوضة بتاعتهم، فبيقول I clean my room، أنا بنظف أوضتي every day. بعد كده عندي في بنت مستريح على السرير بتاعها، فبنقول I rest، أنا بستريح to keep، علشان أحافظ على my body جسمي healthy صحي. عندي بعد كده ولد بيغسل إيده بالصابونة، فبنقول I wash، أنا أغسل my hands إيدي before قبل I eat، قبل ما أكل. I wash my hands، أنا بغسل إيدي before I eat، قبل ما أكل. بعديها عندي الأم ومعاها ولد مستريح في السرير وفي أدوية بياخدها، فبيقول I stay in bed، أنا أمكث في الفراش، أنا بستريح في السرير عندما I am sick، أنا مريض. الصورة اللي بعد كده عندي
عندي صورة ولد بياخد الدواء بتاعه، فبيقول I take، أنا أخذ medicine الدواء when عندما I am sick. خلي بالك قوي من كلمة when. انت عارف ان when معناها متى لو هي جت في آخر اللي جت في أول السؤال. آيات استفهام معناها متى، بيسألك سؤال متى بترد عليه بوقت. تاني حاجة when لو جت في النص أو جت في الأول بس في الآخر لقيت في الستوب يعني دي جملة، يبقى معناها عندما. يبقى ركز، معناها عندما. خلاص دي حاجة كده بره الدرس، بس طبعا بتفرق في الترجمة أو في القواعد عامة. يبقى when لو جت في السؤال آخره question mark علامة استفهام معناها متى، بيسألك وعايز يعرف منك الوقت. لكن لما بتيجي في الأول أو في النص ولكن في الآخر في full stop هيقولك إن دي معناها عندما، لما. يلا نكمل. احنا كده خدنا الجمل بتاعتنا والكلمات وطلعنا بقاعدة when الزيادة. بعد كده عندي الاكسرسايز بتاعك اهو بتحل عليه، بتحل كل ده، كل سؤال في منه موضوع واحد بس. lesson 4 الدرس الرابع برضو بيتكلم عن الفود، الأطعمة والأكلات. نفس الحكاية تاني، زبادي يوجرت، زبادي يوجرت، يوجرت يوجرت، شوربة سوب، عسل هوني، وجبة خفيفة سناك، سناك سناك. بعد كده عندي الفطار اسمه breakfast. نطلع شوية بالسه، يلا معايا. فطار breakfast بنقسمها لكلمتين breakfast 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 breakfast. وجبة الغداء اسمها lunch lunch، السي اتش بننطقها تش تش. عشاء يعني dinner dinner dinner. قائمة الطعام اسمها menu menu menu. خطة يعني plan plan. ألم في المعدة، تعال نقسمها عشان كلمة كبيرة شوية وفيها حاجات زيادات كده. بص أول حاجة هناخد الكلمة دي بس لحد السي اتش. هقولك دلوقتي اسمها ستوما. أنا عارفة إن أنت اللي عارف إن السي اتش بننطقها تش صح؟ هنا هننطقها ك، فهكتب لك فيها حرف الك، وفي كتابك تكتب فيها حرف الك. يبقى أول كلمة اسمها ستومك، وستومك يعني المعدة بتاعتك، بطنك، معدتك من جوه. يبقى ستومك ستومك ستومك. الكلمة التانية برضو السي اتش فيها هننطقها برضو كه تاني، فهقول ايك، والاي في الآخر ما بننطقهاش. يبقى ستومك ايك. ستومك يعني معدة، ايك يعني وجع أو ألم، يبقى ستومك ايك ألم في المعدة. ستومك ايك ستومك ايك. وجبة يعني ميل ميل. بنكمل في بقية الكلمات، نطلع فوق شوية. جائع يعني hungry hungry، كلمة قديمة. كميات يعني am، الأو واليو بننطقها أو، amounts amounts amounts. متعب يعني tired، كلمة قديمة tired. الأفعال واضح إن كلها أفعال irregular يعني ما بتاخدش لا دي ولا إي دي ولا آي إي دي. يضع يعني put يصنع يعني make. تعال نشوف بس الماضي بتاعها الأول. يضع يعني put، وضع يعني put زي بعض، عملنا لها صح. يصنع يعني make، صنع يعني made. يخبر يعني tell، أخبر يعني told. يتناول يعني have، تناول يعني had. يلا بينا. في وجبة الإفطار اسمها for breakfast. بالكميات المناسبة اسمها in the right amounts. فترة بعد الظهر اسمها in the afternoon. يعاني من ألم في المعدة اسمها have a stomach ache. بعد كده هنطلع شوية كمان عشان نجيب الجمل، أو احنا خلصنا كده الكلمات نروح عند الجمل. أول جملة واضح إن دي في زبادي ومعاها فاكهة ومعاها عسل، فبقول I eat yogurt، أنا باكل الزبادي with honey، بالعسل. الصورة التانية عندنا soup اللي هي الشوربة، فبقول we drink some soup، احنا
بنشرب بعض الشوربة when عندما فاكر we are hungry لما نكون جعانين. الصورة التالتة ده برطمان عسل، تعال نشوف. I put أنا أضع a little يعني قليل من الهوني من العسل in my yogurt في الزبادي بتاعتي. الصورة اللي بعد كده صورة فطار واضح أهو. I eat breakfast أنا باكل الفطار أو أتناول الفطار أو بفطر يعني at 7 a.m. الساعة 7. اللي وراها lunch الغداء is my favorite meal وجبتي المفضلة، الغداء وجبتي المفضلة. بعدها I eat dinner أنا باكل العشاء أو بتعشى with my family مع عائلتي. اللي بعدها I eat a healthy snack أنا باكل سناك صحي. سناك دي اللي هي وجبة خفيفة يعني in the afternoon الظهر. بعد كده I made a healthy أنا صنعت a healthy menu قائمة طعام صحية for today علشان اليوم النهاردة. كده احنا خلصنا الكلمات وخلصنا الجمل. يلا بينا نطلع فوق شوية كده نشوف ايه تاني. في ايه تاني في يلا بينا تعال نشوف الجرامر البسيط اللي عندنا، بسيط خالص. بيقولي countable يعني يعد، uncountable يعني لا يعد. countable الأسماء اللي تعد، uncountable الأسماء اللي لا تعد. تعال نشوف الأول countable الأسماء اللي تعد. حاجات بعدها يعني ينفع أقول عليها 1 و 2 و 3 و 4 و 5 زي إيه؟ زي book مثلا كلمة كتاب. تعال نشوف هو الأمثلة اللي عطيها لي. هو قايل لي زي apple تفاح، potato بطاطس، tomato طماطماية، sandwich ممكن بقى نزود عليها باك شنطة سكول مدرسة بوك كتاب أي حاجة بعدها بقول 1 2 3 عليها. طيب الحاجة دي الأسماء اللي احنا بنعدها دي لو هي حاجة واحدة بحط قبليها يا إما يا إما آن. طب إمتى بحط آن؟ بحط آن لما بيكون عندك الشكل ده. هطلع لك فوق عشان أرسم لك الشكل إيه. بحط آن لما بيكون عندك الحروف الإيه الشقية A ضربت الإي قالت I O U. لو في عندك الكلمة اللي عندك اللي هي الكلمة المفردة بتبدأ بواحد من الحروف دي بحط قبليها آن، ما بدأتش بحط بقى وآن بالراحة كده وآن بيعرفوك إن الكلمة دي حاجة واحدة بس. طب أنا عايزة أجمعها بعمل إيه؟ بتشيل والآن بتشيلهم كده وتحط اس آخر الكلمة يبقى apple apples تفاح، a potato potatoes بطاطس، a tomato tomatoes طماطم، a sandwich sandwiches حط اس sandwiches اللي هي ساندويتشات. اتفقنا؟ طيب نروح عند الحاجات اللي ما بتتعدش. ايه اللي ممكن ما يعدوش؟ كل السوائل اي حاجه ميه كده وعصير ولبن وشاي وقهوه ما بيتعدوش. اي حاجه سايله وممكن لو جيت امسكها بايدي كده تتزفلت من ايدي كده ما بعدهاش. كمان الحاجات اللي بتتوزن ما بعدهاش زي ايه؟ زي الرز زي المكرونه زي السكر كل ده ما بتعدش. او الحاجات اللي هي منتجات الالبان زي ايه؟ زي الجبنه ما بتتعدش. تعال نشوف بقى هو عطينا ايه. هو قايل لك رايس رز ما بيتعدش، سوب الشوربه ما تتعدش، تشيز جبنه، باستا مكرونه، ووتر ميه، شوجر سكر، ميلك لبن، وهاني عسل. كل دول وفي ازيد من كده احنا قلنا ازيد كمان ما بيتعدوش. طيب يلا بينا تعالى بقى. بيقول لي a carrot a sandwich يعني عايز يقولك ان دي جزرية واحدة وساندويتش واحد فحتى قبليها بعد كده نطلع شوية تعال نشوف عايز ايه تاني. لسه قايلين اهو امتى بحط لما بيكون عندي حروف الشقية اهي. an apple عشان apple اولها an elephant اولها an insect حشرة اولها حرف an egg an umbrella. خلاص وفي فيديو موضح لك بالظبط حروف الشقية نطقها عامل ازاي وليه بنحط قبليها نيجي بقى هنا
عندي كلمة اسمها some يعني بعض، حبة. طب لما هما حبة يبقى هيجي وراها حاجة ايه، مفرد ولا جمع؟ لا، حبة يبقى جمع، يبقى some بتيجي مع الحاجات الجمع. اقولها ازاي؟ اقول some pens بعض الأقلام، حبة قلمة. some chairs حبة كراسي. some eggs بعض البيض، حبة بيض، كام واحدة كده. I have some books أنا معايا بعض الكتب، يعني مش كتاب واحد، لأ أكتر من واحد. كمان ينفع أقول some water بعض الماء، عايزة شوية مية مش كتير. some rice حبة رز. some salad شوية سلطة. ماشي، يبقى some بتيجي مع الحاجات اللي بنعدها والحاجات اللي ما بنعدهاش، الاتنين، ما بتزعلش حد. هنطلع بعد كده، عندي قائمة الطعام، مفيش أي حاجة. writing corner الكلمات الجديدة، وبعديها عندي الإكسرسايز. وبكده أنا وإنتوا طبعا نكون خلصنا يونت كام بقى؟ ها، مين عارف؟ هنكون خلصنا. خلي بالك ده باراجرافات اهتم بيها، مهمة جدا الباراجرافز دي. احنا كده بنكون خلصنا يونت 2، يبقى إن شاء الله الفيديو الجاي هيكون على يونت 3. أشوفكم على خير، باي.